السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء سرور. سمعنا عن تورتة العلبة أو جاتو العلبة، ايه رأيكم نعمله بأبسط طريقة؟ معانا 3 بيضات، عليهم معلقة صغيرة فانيليا وكوباية سكر حبيبات. هستخدم هنا في المرحلة دي مضرب البيض لغاية لما اللون يفتح تماما والحجم يتضاعف، وهبتدي استغنى عن مضرب البيض وهقلب تقليب عادي. معانا نص كوباية زيت وكوباية زبادي اللي هي 110 جرام، هقلبهم وهحط عليهم كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات، عليهم ربع كوباية كاكاو غامق ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. هنخل المكونات دي وهبتدي اخلطهم مع البيض. هنلاقي العجين تماسك كده او الخليط متماسك، لا انا المفروض هنا هسيبه بنص كوباية مية سخنة. زي ما انتوا شايفين المية مطلعة بخار فهي سخنة يعني بتغلي. هبتدي اقلبها لغاية لما احس ان الخليط زي ما انتوا شايفين ساب كده تماما. هكون مجهزة صاج مقاس 30 في 40، وأكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 وهخبزها في الفرن. هتاخد في حدود من ربع ساعة لتلت ساعة وشيكي عليها. هبتدي أجيب أي علبة أنا بقى هستخدمها وهاخد مقاسها وأقطع عليها الطبقات. هنستخدم الحشو نص كوباية كريمة بدون سكر، عليهم ربع كوباية باستر كريم، عليهم 3 معالق سكر حبيبات. هضربهم لغاية لما يتضاعف حجمهم تماما زي ما انتوا شايفين. وكده انا جهزت الحشوة. انا هنا هسقي كيك بلبن، انتوا عايزين تسقوه باي مكون تاني سقوه يعني، بس لازم اللبن ده بيبقى خطير جدا جدا. هحط كمية من الكريمة اغطي بيها الكيك تماما. طيب هحط اضافة كمان اللي هي الفراولة. طبعا الموسم ممكن تستغنوا عن الاضافة دي، ممكن تحطوا مكسرات نوتيلا حسب ما انتوا عايزين. طبعا انا بديكوا الفكرة وانتوا ابدعوا فيها زي ما انتوا تحبوا. طيب انا كمان حطيت هنا المربى اللي انا كنت عاملاها. هحط الطبقة التانية وهسقيها برضو بشوية لبن، وهكمل الكيكة بتاعتي بالطبقات. خلاص كده انا يعتبر ممكن تتعمل على فكرة 3 طبقات، بس انا قلت كده كفاية لاني عايزة اقفل العلبة. لو كانت العلبة يعني اغوط شوية كنت عملت ال3 طبقات، وكان ينفع ان هي بالكيك اللي احنا عملناه الجزء اللي كان فاضل يتحط 3 طبقات. انا هنا بساوي الكيك من فوق وهبتدي احط عليها جناش شوكولاتة اللي هو الاقتصادي. هكتبه لكم ان شاء الله مقاديره في صندوق